صباح النور، صباح الخير، صباحكم فل ودقلة وياسمين. مرحبا بكم الناس الكل في نهاية جديد وفي فيديو جديد. خلينا نصلي على النبي ونبدأ الفيديو متاعنا على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاودت رجعت معاكم البنات، أو كنحاول حتى كيف نغيب ما نغيبش برشا في ساعة ونرجع. ولو انه الفيديو هذا مصور وعنده نهايرين، اما لا غلب الهيت ما نجمش نهبط. حاسيلو البنات شادين الصغيرات ليمت هذه كل بالمراجعة، صدقوني ما نلقاش الوقت المكثر في النهار نصور لكم. قاعدة نصور في الفيديوهات وفي العشاء كي يروحوا كيف ما تعرفوا نتلهي معاهم شوية في القراية هكا، ما نلقاش الوقت جملة. حاسيلو هاني جيتكم فيديو جديد البنات، ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله يا ربي نكون خفيف الذل عليكم، ما تبخلوش عليا. ديما نقولكم باللي جنب باللي كومنتير. وتويكا هاكم تشوفوا بديت معاكم بتطيب الفطور. فطرت بالطبيعة، فطرتك الصغار مشيو يقراو وحطيت باش نطيب الفطور هوني باش نعمل اليوم لوبيا. حرت في الدبر صدقوني، حرت وحارق لي. تويكا قاعدة نعمل لكم في المونتاج ونخمم باش نطيب فطور. والله العظيم شيء عايف، كل يوم نفس الحكاية. حاسيل اليوم هاني النهار هذا هاني لقيتش طيبت، عملت اللوبيا باش نخليها تطيب على روحها وباش نتلهي عاد بين القضية نتاع الدار. وتشوفوا حاسيلو هاكم معايا الفيديو اليوم فيه روتين محلي تشجيعي وتحفيزي مش نورمال اللي باخله مع طقس نتاع الايامات هذيا. حاسيلو ما نحكي لكمش، طقس يشجع على الاخر على كل شيء بصراحة، بالاخص اللي عندها خرجة قولها برا اخرج فك عليك من القضية. نستغلوه في خارجة خير من يستغلوه في القضية. اما كيف اللي عنده مسؤولية كيفي لا مفر، عرفتو لازم باش نقضيه ولازم باش نقوموا بالواجب متاعنا. بالحق نبداو محصورين مع الصغيرات، انا هزين لهم فطورهم باش نروحوا بيهم، فهمتوا برشا ضغوطات كلي الواحد ما ينجمش يتنفس. الله المستعان. نوليو نتلزو ونخرجوا الغطاء يتشمس ونحيو الزرابي ونعملوا في حاجة تصلح في الدار وكها. وهذيك هو ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يفرج على كل مؤمن مجهني بيه. البنات لهنا راني غلطت انا توكي شفت الثوم ذكرت لي انا نعمل في مقرونه مش نهار هذا طيبت فيه لوبي. قلت لكم فيديو عنده نهارين مصور صدقوني نسيت. توك كي شفت روحي نقشر في الثوم ذكرت لي انا قاعده نعمل في المقرونه. حاسي ما هو كدبارة سوى مقرونة سوى لوبيا. أنا لوبيا مازالت كي طيبتها والمقرونة كيف كيف كهو. حطيت لهنا نقشر في الثوم باش نحطه في الصوص. القطوسة البنات كان شوفوا واش عملت فيا، صدقوني مصدومة من الشيء اللي شفته، مصدومة صدمة عمري اصلا. ما تصورتش نشوف حاجة هكاكا. انا قلت لكم راهو القطاس نتاعها ميتو، يعني هزيتهم نحيتهم بحذاها، قعدت واحدة بركة حية هذيك تعرفوا شيخ عليها مش نورمال مسكينة، ما ينفرتها ما تحبش ترضعها، فما شكون قتلي خفف لها الحليب وعطيها، عاونتها شوية بالحليب. وهي هيك كل مرة نهزها وتقعد بحذاها، نهزها نحط لها يعني نحطها ترضع من عند امها. شيء عادة نهايرين. والحق انا ما حبش نكثر لها من الحليب، ما خفت عطيتها يمكن مرة ولا مرتين وكهو عرفتوا بالزريقة دوب شوية كهو، حسيتها صغيرة برشا خفت عليها. يخي هي وماتت نلقاها كليتها. صوروا انتوما طلعت رواند قالت لي ماما قطوسة كليت بنتها وتبكي، رواند عملت بعمايلها بالبكاء. اول مرة تشوف حاجة هكيك تلقاها تاكل فيها. صدقوني انا تصدمت اول مرة يعني نشوف هكيك حاجة كيف هكيك. بالليل العظيم حطيتها قدامها وكليتها ما شمشتها كها، وليت خليتها هكيك كملت كليتها. وبعد بدلتها من البلاصة اللي هي فيها عاد وسيقتك الدنيا الكل، وقعدت في مخي ما حبش تتنحى الحكاية متاع القطوسة. قعدت بيه تايخي كيف سألت قالوا لي عادي راهو كيف يموت لها صغير يبدا بحذاها ولا ولادها يمرضوا تاكلهم القطوسة تاكل صغارها. والله نسمع بالي اللي ريتها هذه في بالي انا بالي خرافة ما هيش حكاية بالحق يعني.
هاو هذيك اللي كتب ربي قلت الاخرين ما خليتهمش بحذايا باقي راهي كملت كليتهم. قعدت باهتة والله قلت سبحان ربي وكها باش يخلق وليت عاد هزيت قلت لكم نحيت لبنيتك الكرتونة اللي كنت حاطة فيها القطاطس هذيكم خرجتها طيشتها وسيقت انا كنت حاطتها في البركون بتاع بيت الصغار، سيقته بالجافيل وحكيته خاطر كالدم وكل واحد حاسيله حالة مرمدتهولي، وخرجت هي حطيتها في الفيراندا الحق تاع ربي لتو ما دخلتهاش للدار القطوسة خاطر باقي تسيب في الدم. هي لاباس عليها راهي تاكل وتشرب وامورها مريقلة، اما ما حبيش ان ندخلها في الدار تقعد لي على الملاحف وعلى الواحد، عرفتو كلي خفت كيف ما تعرفوا صخ وسبحان الله وليت مخليتها لبرا وكنحط لها ماكلتها وفرشت لها ترقد في الفيراندا كها. الله المستعان وكهو حاسيلو البنات لهنا دخلت معاكم البيت النوم عندي قديش وانا نحب نعمل فيها نقضة بيه. قمت الصباح الحق لميتها لما يعني الفرشة متاع الفرش فرشته هيك نشوف فيها هكا تخزروا لها نظيفة وامورها مريقلة كل حاجة شدة بلايصتها اما تركنها ما نحكي لكم مش حاسيلو عندي قديش ما عملت لهاش هكا نقضة باهية. وليت نحيتك التابيات هذيما هما هذيما بطبيعتهم راهم يصيبوا الغبرة مش نورمال ورزان عرفتوا بتاع شتي بتبعتهم هكا هاو نحيتهم الصندليت هذيما باش نخرج نفضهم ونفرش الاخرين غسلتهم المرة اللي فات ما فرشتهمش قاعدين نضيفين. وليت قلت برا خليني نجبد هكا التركن الكل نتاع البيت ونحيك الغبي باش نحكي لكم على الغبرة بطبيعتي انا راني يعني شبابك مع الكياس يدخلوا لي غبرة مش نورمال يعني ما بصفة غير عادية شفتوا حتى نكنس ونمسح ونعاود نكنس على نظافة صدقوني نلقى الغبابر ما فهمتها ذيلي ما فهمتهاش أنا حتى على نظافة بالحق للغبرة تطلع كها وعملت كنسة باهية البنات فما برشا هكا سيكونسات قصيتهم كيف ما تعرفوا على التطبيس والواحد أما راني عملت لها كنسة عرفتو كلي من القلب للقلب هزيتك الجلباب شمرته الفوق وطبست بالكدا وجبت حاسيلو تحت الفرش بالكدا خاطر مرمدة البيت ومغبرة بالكدا لازمها نقضة باهية قلت انا يعني باش نقضيها ونحب انا الحق كيف نعمل حاجه نعملها على قاعده ولا مش لازم سواء في التنظيف في اي حكايه عرفتوا ان يعني تبدا قضية الكل مرتوبه امورها مريقله كهو باش نجبد داك الكوميدين ويد زادا كيف نعمل وراهم تحت الفرش بالكدا وراه زادا كيف بكل وبعد حتى الكوافير زادا كيف باش نجبد وراه زادا كيف نلقى برشا غبره هيك هاو الحق انا بيت النوم حتى الصغار ما يدخلوا لهي الجمله قليل يعني وين بشوية الصباح باش يقاومونا ولا حاجة كهاو سينو ما يدخلوش ما عندهمش علاش يدخلوا لها ما فيها حتى شيء كان الغبرة ما تلقاوش فيها لا تفش لا وسخ متاع ماكلة لا حتى شيء جست الغبيبر وكهاو عملت لها كنسة باهية وجبت لها اتركنها الكل تويك عملتك الخيشة هذيك انا نفختها بالكدا بالبرودوي مبلوله بالكدا بالكدا عرفتوا خاطر ما نجمش نصب الماء البنات نولي نتلز باش نعمل خيشه مبلوله بالكدا بالكدا ونمسح عندي مشكله في صابين الماء نمنيتي نصب فيها الماء هي وتحت الجلس عرفتوا اما عندي مشكله الدار ماهيش مصلوبه مثل الماء يخرج لي طول الباب ولا يمشي للفيراندا يحل لي عرفتوا كل نصب سطل الماء نشنع فيه يدخل تحت الفرش من تحت الفرش يمشي تحت الجلس عرفتوا كل نقعد نحصر فيه بالنكته يعذبني في الدار الكل انا داري حالة اللي عمل البارتير حالة حليلة بالحق مش نورمال والله ما نجمش نصب سطل الماء ونسيق كيف العباد وانا نبدا شيخة عاملة جو نهار اللي باش نسيق لازم معايا زوز نساء يمكن باش يعاونوني خاطر انا نصب الماء منه وهو يدخل منه يدخل لي للبيوت او يدخل تحت الجلاس عرفتوا كلي نشنع فيه هذيك علاش نتلاز ديما باش نعمل هكا خيشة وكها حتى كان باش نسيق راني في الصيف تبدا في غرغور قايله واحد يحب يعمل جو على الماء وكاها ومكثر كيف نسيق ديما بيت الصاله اكاها والبيوت الدخلانين ما نصبش فيهم الماء برشا حاسيل عملت خيشه كيف ما قلت لكم هاكا حتى خيشه هكيكا راهي تنظف تعديو على فوق البلين تاع هكا كان فوقها غبره ولا لا فوقها غبره ولا حاجه هكا تنحيوها بك الخيشه فهمتوا طعموا مسحه باهيه فيها البركه
النظافة مش كان بزرزيق الماء، والله ساعات تلقى شكون يزرزق الماء وكي تدخل تلقى الدار حالة، ساعات بخيشة بركة خيشة وشوية برودوي تبدا الدنيا تشعل شعلين، ومسحان واحد يبدا يتفقد في الغبابر متاعو وتريكنو تبدا نظاف فيها ألف بركة، مش لازم كل شي بتزرزيق الماء. كها جبدتك عندي هذاكا شفتو نحدد متاع الحديد الطاولة متاع الحديد حطيتها بجنب الجلاس، فما عندي كتركينة هكا صغيرة يعني نحطو فيها وكا جبدتها وجبدت زادا مسحتها وكا من جنب راهي صغيرة بالكل بلاصة دوب هزة هذاكا حاسة يكون داخل فيه بالسيف هكاكا ديما هذيكا بلاصتو. عملت جبدتك الغبيبر زادا من جنب متاع الجلاس قلتلها وأنا عندي أمنية بركة من بعد الجلاس ونسيق تحت والله أمنيتي توتا تحت الجلاس نجبدو كان بالاسبيراتور لا خيشة تدخل تحت ولا حتى شي عذاب فيه مش نورمال، يعني نحط الاسبيراتور كان فما غبرة هاوكا تتجبد الكل وكا هاو الحق نتاع ربي ما نجمش نسيق تحته كيف نصب الماء يحلي البنات الماء غاديك ومن بعد يقعد يتزرزق لي يعني يمشي بشوية بشوية يزرزق لي الدنيا وعفس يولي لي وحالة. كهو بعت الباب زادا كيف باش نعمل وراه مسحة وهذاك هو نهير متاع قضية النهار هذايا وسعت بالي الدار نظيفة ما قلت لكم كل مرة قلت نشد بيت حتى اللي تنظف الكل كملت بيت الصالة عملت لها نقضة باهية ماكم شفتوها ونظفت بالكدا تعدي توا البيت النوم كل مرة نعمل حويجة وكها وحتى اللي تنظف الدار الكل البنات رغم التعب راني مانيش قاعدة نلقى في تفاعل كبير منكم انتوما بربي لا تبخلوا عليا باللي جيم وباللي كومنتير راني كل فيديو نهبطوا اعرفوا اللي احنا مش انا بركة اصحاب القنوات الكل رانا تعبين فيه شوية نستناو منكم كان شوية تشجيع وكها واعملوا جيم واعملوا كومنتير لا أكثر لا أقل أنت تتفرج بطبيعتك يعني كان جيت على كل يعني 1000 واحد يتفرج يعمل جيم راهي القناة طالعة مش نورمال أما برشا يدخلوا يتفرجوا ويخرجوا هكاك ربي يهديكم الناس الكل وكها ربي يفضلكم ما تبخلوش كيف ما قلت لكم باش تعملوا جيم وكومنتير باش هكاكا يطلع لنا الفيديو يشوفوا أكثر نسبة متاع عباد البنات والقناة كبيرة زادة تطلع فهمتوا كهو هذيك المسحة الأولى عاودت بالطبيعة أنا شفتها خاطر مزرزقة البيت كيف ما قلت لكم خيشة مبلولة على الآخر لازمها من بعد تنشيفة نشفتك البيت مرة أخرى ومن بعد باش نفرش عاد الطقس هلا ميت مرة يبرد مرة يسخن صدقوني حتى الحوايج ولينا حايلينش باش نلبسو نهار نعديه بالفوارة لطف يا ربي باش نشعل بالسخانة ونهار نعديه باش نموت بالبرد خاطر بطبيعتي خبيت الدبشة متاع الشتاء عرفت الحاجات الخشين الكل خبيتهم خليت دب الحاجات متاع ربيع الحق وشوية فيستات للصغار ولا جليد حاجات خفيفة فهمتوا حتى لي انا زيد ساعات والله نروح المنارقة باش ندور في الدار ما كان النص خليت كان الحاجات النص والا كل حاجة تشوف فين نصور بهم ما نجمش نقعد بهم في الدار الحق يبدا الطقس سخون ماذا بيا ديما حاجة خفيفة مثال هكا جلباب نبدا لبسة تحته يا كالسون مثاله مع حاجة خفيفة من فوق بودي خفيف خلعة ولا نص فهمتو باش نجم نتحرك سينون نحس روحي نفد كيف تبدا الدنيا سخونة هاكا نبدا شيخة عاملة جو يعني في اللبسة كيف تبدا باردة نبدا ندورو وباش نموت بالبرد وباخلة باش نعاود نجبد الدبش الله المستعان الطقس هذايا الفصل هذا الربيع شفنا فيه 4 فصول والله مرة صيف مرة شتاء مرة ربيع مرة خريف شفنا فيه الفصول الكل كهو تعدينا تويكا للغباب مسحتك الغبرة الكل خرجت حسيلو البيت شو نحكي لكم نظيفة محليها من بعد ما تكملها وتهبط هكا الريدو ريحة النظافة ما نحكي لكم باش تنطط باش تشموها نهار باش تشموا ريحة النظافة من الفيديو نتصور فيديو كيف هذايا باش يشجعكم بالبداية ويحفزكم واللي باخلة هكا على روتين متاع الدار نحب نقولها شمر على ذريعاتك يا للا وقوم عاد ورينا حذيقتك وقوم اقضي كي قضية بيا في الدار ونقص حاجة على روحك بالاخص اللي عندها صغارها يقراو في قارد ولا يقراو حتى في المكتب فما ساعتين 3 واحد يبدا مرتاح فيهم وحده يبدا في الدار نجموا نتحركوا فيهم كمان هكا واحد على الأقل يعمل حاجة
تعديت لهنا للشبابك هاكا نمسح فيهم، مسحت البارتي اللي من غاديكا، تعديت البارتي اللي منها ما دارتش الكاميرا عرفت واقفة باش تشوفوا بالكدا هاو كملتها لبنيت لهنا البيت رجعت لها الريدو ومشيت باش نجيب التابيات نورمالمون لهنا باش نفرشها. مضيفين البنات هذيما الطابيات راهم متويين كانوا مخبيتهم غصتهم عندي قداش ما فرشتهمش الحق. هي محلية الحاجة كي تتفرش وتبدا نظيفة على نظافة تبدا هي نظيفة وتتفرش على نظافة محليها واحد يحس روحه مرتاح على الاخر راحة نفسية. أنا اصلا النظافة بالحق راحة نفسية والله. لاحظوها حتى انتم على قد ما تبدا الدار مرتوبة وملمومة ونظيفة على قد ما تبدا نفسانيتكم شيخة على الاخر ومرتاحين وعاملين جو. ورا كيف تبدا الدار داخله بعضها ومسخه وغبره قدامك وتراس نتاع عيدين وسخ نتاع صغار حاسيل وماعون يبدا مكدس تبدا النفسيه في الصفر. انا نحسها والله نحس روحي نتعب يولي عندي حاله اكتئاب. كيف تبدا الدار داخله بعضها على الاخر نحس روحي مكتئبه. سبحان الله من بعد ما نلم الدار وتبدا كل حاجه شد بلايصتها ومرتوبه راه ما تصوروش قداش نتفرد وقداش نبدا عامله جو. نشيخ أصلًا والله نشيخ على الحاجة تبدا نظيفة، بالأخص كي نبدا قاعدة في بلاصة تبدا مرتوبة ونظيفة نبدا عاملة جو، كيف تبدا الدار داخلة بعضها يميمتي أصلًا نبدا على أعصابي، نبدا متشنجة وفايدة مش نورمال، نستنى وقتاش تنظاف باش نجم نقعد. هي يمكن حكاية استئناس راهو الحكاية الكل وإلا هي هكاكا يعني بطبيعتها يعني عند الناس الكل ما نعرفش كل واحد وكيفاش. فما عباد تقولك ما عادي ما يهمنيش فيها تو تتلم انا نلم وهي تمسخ عادي يستانسوا. عرفت وكل يستانسوا بالريتم هذاك متاع تبدا الدار داخله بعضها يبداو قاعدين ما يقلقهمش. فما عباد لي ما يحملوش عرفتوا ماذا بهم كل حاجه تبدا شده بلايصتها كل حاجه مرتوبه تبدا الدنيا الكل نظيفه وقتها هما يبداو شيخين وعاملين جو. هو راهو كل شيء استئناس يعني كل واحد كيفاش تعود وكل واحد كيفاش استانس كل واحد كيفاش تربى زاده في نفس الوقت. تلقاه ملي في دارهم يعني يقضي ويحرك فهمتوني يستانس بك الريتم هذاك متاع القضية ومتاع النظافة. وفما نوع متاع عباد لي ما تقضيش يعني ما سنسوهمش والديهم بالقضية استانسوا كان بالراحة عرفتوا يبداو يقراو ما يخليوهمش يقضيو ما يحركوش في ديارهم ما يطيبوش ما يعملوا حتى شيء. تقولك نعرف نقرا نروح ناكل ونشرب ونرقد ولا نخدم نروح ناكل ونشرب ونرقد هكا وتلقاها ملي عندهم ابوها هكاكا. اما اللي يستانس بالكرب وبالقضية ملي في دار بوها تلقاها تقضي ومعملة على روحها فهمتوني وتعاون في الدار تقعد بنفس الريتم. والله انا رندودة تويكا قاعدة نسنس فيها. هاو كان كي تبدا مثال في سلاعة ولا نهار لحد مثال تبدا قاعدة في الدار نهار السبت نخليها ما تخرج إلا مثل ما تلم فرشة هذيك حاجة أكيد في صل أيام لي البنات راني. أما هارت لي يبداو قاعدين الصغار حتى بدرة نقول لهم كل واحد مثال يلم فرشه روند الحق معمل عليها شوية. أهو كنحاول باش نسنسها قاعدة نسنس فيها بالقضية باش ما تطلع ليش بخيلة نقولها على الأقل لملي بيتك وهي ما شاء الله عليها عرفتوا كلي تبارك الله تحب تقضي أصلا حتى قضيتها ما شاء الله مرتوبة. هكا نقول باش ما تطلعش بخيلة باش كي تكبر شوية على الأقل مش تعاوني هو واحد الله لا يخليه حتى حد باش يعاونه. أما حتى كيف تكبر ومثال وتعرس نهار آخر تلقى روحها معملة على روحها فهمتوا. تلقى روحها يعني في القضية في التطيب في كل شيء كل نحاولوا نسنسوهم صغيراتنا ما نسنسوهمش بالبخل لا بحتى شيء نحاولوا نسنسوهم بالقضية بالتطيب كي يبداو قاعدين بطبيعة في سلاعة خليهم يعاونوكم. حتى الأولاد ماذا بينا نعلموهم هاكا باش كي يكبروا يبداو مسؤولين حتى في ديارهم نهار آخر يبدا يتعامل عليه شوية مع مرته كلي ما يتعبهاش ما يرميش الدهك عليها الكل فهمتوا كيف رجالنا نحنا تويكا لا يعاونوا لا حتى شيء. هاكا نحاولوا احنا نطلعوا على الأقل جيل يصلح
في كل شيء بالطبيعة نعلموهم كيفاش يقدروا المرأة، كيفاش يحترموها، ما تخليش الوليد يضرب أخته، عرفتوا باش تقعد فيها كل حاجة هذيك، ما تعلموهمش العنف في البنات، جملة زايدة حاجات اللي نكرههم أنا، اللي طفل يضرب طفلة مهما تكون راهي الطفلة، مهما تكون عملت له. أنا ساعات بدر يقول لي راهي ضربتني مثل تقعد، نقول له ما تضربهاش، ما تضربش طفلة. ديما أنا عرفته كلي مركبة هي الحكاية إنه ما يجيش تضرب بنية، سواء أخته ولا أي واحدة تقرأ معاه ولا يلعب معاه ولا أي تلميذة، فهمتوا، التلميذة اللي معاه نقول له ما تضربش. ديما نحبه يطلع يقدر المرأة ويحترمها ويعمل لها قيمة كبيرة باش نهار آخر مع مرته يعني يبدأ حاجة تصلح، فهمتوني، يعرف كيفاش يتعامل معاها. وكا وهكي إن شاء الله ربي يقدرنا ونطلعوا جيل باهي ومتربي، وجيل يعرف كيفاش يتصرف مع المرأة، سواء المرأة ولا الراجل. والطفلة زادا نعلموها كيفاش تحترم الراجل، ملي هما صغار، هذا الكل لازم يتعلموهم، يعني ملي هما يبداو صغار تتعلم كيفاش تحترم خوها، تحترم بوها، فهمتوني، بشوي بشوي اللي يكبروا معاهم الحاجات الباهية الكل. وهذيك هو ان شاء الله ربي يفضلهم وربي يوقع عليهم الستر والله. ساعات تلقى مرات تقول لك انا راجلي يعاونني في كل شيء، في غسيل الماعون، في التطيب، والله نقولها ساعدك بيه اللي عندها رجل هكايا بالحق صح عليها. والله ساعات فما رجال بالله العظيم حتى كالسيتا كي نحيها ما يهزش يحطها في الصابون، وكل واحدة ام غرفتها ايش هزت فما اللي خذيت راجل يبرد على القلب، فما اللي خذيت راجل ربي يهدي وكها. والله انا الحمد لله وليد اول ما عرست كان يعاوني هكي شوي اول ما عرسته، بعد وليت لحكي كي نمرض الحق نتاع ربي ان شاء الله ربي فضله يا ربي، كي نمرض الحق نتاع ربي ما يخلينيش جملة في القضية، في أي حكاية ما يخلينيش بالرسمي، يبدأ يدور حتى القضية يلم ويعمل مجهوده باللي يقدر عليها، عرفتوا. أما كي نبدأ لاباس للحق أنا ما نعملش عليه بيته يبدأ تعب ويخدم أصلا، هو عرفتوا مش هيك ستيل يستانس إنه باش يقضي في الدار واحد كون شاني قلت لكم وقت اللي نبدا مريضه وتعبه الحق ما يبخلش عليا، فما قضيه باش يعملها في الدار يلمها ويهزها مثال، عرفتوا باللي يقدر عليه. يمكن ان شاء الله ربي يفضلهم، وهذيك نحاولوا احنا باش نطلعوا اولادنا يعني خير من اللي عنا في الحاجات هذيا، فهمتوا، باش نهار اخر نساهم ما تتعبش معاهم. هو راهو في راجل لقيته وقت مرضك، وقت اللي تطيح تلقاه في كل شيء، وقت اللي تمرض، وقت اللي تفلس، وقت اللي تضيق بك الدنيا، في وقت اللي يبعدوا العباد الكل وتلقاه هو معاك، هذيك بالدنيا خير من ألف حاجة، في حاجة خير من إنه يعاونك في الدار ويقضي لك ويعملهم لك الكل، وفي الآخر كيف تطيح بك الدنيا ما تلقاهوش، فهمتوا. كيف راهو المرأة زادا كيف يتيح راجلها في مرض، في فلوس، في أي حكاية لازم هي زادا تبدأ واقفة معاه، هذيك خير من كل شيء، هذيك المطلوب يعني في كل شيء. إن شاء الله ربي يهني الناس الكل. وذيك هو البنات، كملت معاكم لهني هاو الروتين، أنا حكيت معاكم شوية، دندنت عليكم شوية من الموضوع حاسيلو ليليا قريب يوفى الفيديو. كملت معاكم الدار كيف ما شفتوا، عملت تنظيفة باهية اليوم، راكم شوفوا الصالة نظيفة الحق، مرتوبة ملمومة، راني قمت الصباح عملت دورة الحق في البيوت كيف ما تعرفوا، دورة خفيفة، وخليت كان على المسحان، يعني مش الصالة قعدت هكاكا من البارح هي نظيفة ما تمستش ليه قعدنا فيها وسهرنا كيف ما تعرفوا. عندي كان البيت هذيك طويكة لمتنا قبل، كانت بيت القعادة هاو كانوا نقعدوا فيها وتقعد لي ديما بيت صالة نظيفة، تويكا اللي عندي كان البيت هذيك يعني كل شيء فيها هي سهرية، كان حاجة تحطت على الطاولة للسهرية قلوب ولا اللي هو، فهمتوا، كل شيء فيها هي يعني عادي باش تصبح داخلة بعضها. نقوم هاوكا عملت فيها دورة خفيفة صباح، خليت كان على المسحان وكهو باش ما نطولش عليكم الفيديو زايدة، ونعملوا حاجة أخرى مع بعضنا. بيت الصغار زادا كيف لميتها، نحب نعمل فيها روتين باهي زادا كيف استنوا معايا البنات فيديو تجي بقدرة ربي، هاكا كل مرة نعملوا حاجة مع بعضنا. لهنا كملت أكيد باش نسكر تويكا البورتفينيتر على الذبين وعلى كل شيء باش تقعد ريحة النظافة في الدار، باش نعمل هكا تفشفيشة هكيا متاع
تاع الريحة هذه بالورد محليها ريحتها تهبل. باش نوريه لكم نورمال مو هذه اللي بنشريوها ريحتها بنينة على الاخر. كهو لهنا باش نرجع نستوي الريدو تلفت نقاه مش مستوي، هذه أكثر حاجة نكرهها ماذا بيا كل حاجة تبدأ شادة بلايصتها هكيكا مستوية أمورها مريقلة وكهو. نسويت الريدو وعملت تفشفيشة سكرت باب الدار زادا كيف كيف وتويكا نظلمها البيت وتقعد لازمها نظيفة هكاكا للعشية على قد ما نبدا قاعدة وحدي الحق تبدا مرتوبة محلاش كان منها. اللي يروحوا صغيرات ان شاء الله ربي يفضلهم يا ربي وربي يديمهم نعمة في حياتنا وربي يفضلكم صغيراتكم وان شاء الله ربي يرزق كل محروم. هو كل فيديو ندعي باش كل محرومة من الصغيرات ربي يرزقها بالذرية الصالحة يعمر حزامها بجاه النبي. اتعديت هوني للكوجينة باش نحضر الفطور عاد كهو الدار ملمومة دنيا نظيفة سي بون وقت فطور هاكا باش نشخشخها بالصوص. عملت مقرونة للناس الكل. فطورة كهو البنات ما قعدش منها للعشاء كهو من بعد في العشاء كيف ما يقعدليش الحق نعمل اي حاجة اخرى خفيفة. كيف ما تعرفوا واحد في العشاء ماذا بيه ما يعودش حاجات هكايا رزينة مقرونة وكسكسي ومرق ما نجموش ناكلوهم هكا نولي نعمل حاجة خفيفة. شخشختها هوني بالصوص وباش نخلطها اين دار شطر يحب السباجيتي وشطر يحب البلوم. النهار هذا قلت لهم باش نعمل حاجه بركه نهار اللي نجيب باش نصمت صدقوني يكرهوني في التطيب بتاع المقرونه. كل واحد شي يحب واحد يحب بلومه واحد يحب فل واحد يحب سباجيتي. النهار هذا قلت لهم باش نعمل كان سباجيتي للناس الكل اللي كلا واللي ما كليش دبر راسو. الحمد لله يا ربي تكليت لهنا هاكا باش نحط لهم يفطروا باش نعبي حاسيلو كل واحد فطوره. كهو هذيك هو الفيديو نتاعنا نتاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم البنات ونكون وديتكم هكا بنهاية تحفون يشجعكم ويحفزكم حتى شوية. للي باخلة اكيد نتصور باش تقوم على الطنش تصدقوني انا نهار نحس روحي باخلة ونحط فيديو متاع روتين نتفرج فيه باش نقوم هكا نتحرك شوية في الدار وننشط. اول حاجه هذيك نعملها نهار تبدا عندي برشا قضيه نحب نقضي نحط فيديو نتاع روتين نحسه شجعني مش نورمال لازمني فيديو اما يبدا تا واحده تبدا تتحرك وتجري عرفتوا هكاك نحس روحي نشط وتحفزت اكثر باش نقوم نقضي. كهو لهنا بعد الفطور كملوا فتروا بطبيعة قبل وهما قاعدين يفطروا صدقوني نحيك الحاجات الكبيرة هنا بتاع المقرونة عرفتوا الماعون الكبير الكل نحيه نغسله ومن بعد نقعد نفطر. هنا كملوا هاكا فتروا باش نطوي الطاولة كهو باش نغسل طرف الماعون اللي ما قعد شيء هو قعدوا هذيما اللص احنا اللي فطرنا فيهم وكهو الماعون الكبير الكل قلت لكم نحيته قبل الفطور. البنات البرودوي هذا نتاع الماعون ننصحكم بيه على الاخر راهو طياره مش نورمال في غسل الماعون راهو كونسونطري على الاخر اول حاجه وزيد محليه رغي مش نورمال حتى اليدين صدقوني ما يهلك الجمله اليدين الحق نتاع ربي وعندي قداش نغسل بيه. تو هذيك ثاني دبوزه محليه على الاخر. مشيت باش نشري نهارين هذيما ما لقيتش منه وليت خذيت نوع اخر الحق. هاو العائلة الكريمة الكل في الدار حاسيلو نهار هذايا بالسبت البنات النهار هذايا مادام قاعدين هكاك الكل في الدار عرفوا راهو نهار سبت خاطر يروحوا بكري خلهم ساعتين صغار وليدنا كيف راحوا من الخدمة عرفتوا الكل مع بعضهم فتروا لهنا كملوا فتروا هكم شفتوا انا كملت كل شيء على بكري قعدت لي كان الواحد الكوجينة اكاهاو دار الداخل ملمومة نظيفة أمورها مريقلة نبدأ شيخة عاملة جو كيف تبدأ الدار نظيفة
يعني أمورها مريقلة والصغيرات في الدار فاترين زادا شبعانين أمورهم مريقلة، واحد والله يبدا مرتاح وعامل جولة هني هاك باش نحط فطور وليد يفطر، في نفس الوقت قاعدة نعمل في مسحة للغاز وتنظيفة للكوجينة فهمتوا. هنا يحبوا كيف تبدا فما مقرونة ولا كسكسي ولا أي حاجة، ما يحبوش معها حاجة أخرى البنات، لا سلاطة لا بريك لا حتى شي، يحبوا حاجة بركة تتحط فوق الطاولة ياكلوها فهمتوا. كان فما شوية زيتون أكاهاو، ما يحبوش حاجتين مع بعضهم ياكلوهم. هذاك علاش شوفوني نهار شتي مقرونة ولا كسكسي يعني نعمل كان حاجة أكاهاو، ما كانش تلوح الحاجة الأخرى يقولوا لي زايد عملتها يا هكا يا هكا. هسيلو كملت لهنا البنات مسحتك الغاز، عملت الرخامة هكا بالبرودوي وباش نعملها مسحة باهية كها ان شاء الله ربي يسهل ونبدل ستيكر وخاطر تقطع فما بارتي صغيرة هيك تقطعت ما نعرفش يعني نبدلو كل هو راهو جديد الكل قد كان بارتي صغيرة يا نبدلك البارتي الصغيرة هولي مازال عندي منه ستيكر والله هاني مازلت نشوف. كملت عملت مسحة لك الرخامة تويكا باش نمشي نعمل مسحة للكوجينة نورمالمون، مسحة خفيفة خاطر هي كنت نشوف نظيفة البنات جوست هكا طرف برودوي عملته فيها باش نعملها مسحة خفيفة وكها على كتفاش متاع الماكلة وهذيك هو. لازم منها هذه المسحة خاطر الصغيرات هم دخلوا هم خرجوا البلاصة متاع الساقين لازم اللي نعمل المسحة هذيا باش نحس روحي كملت على قاعدة عرفتوا. نظفت الدار الكل على قاعدة ونمشي نعمل قهوة ونقعد على روحي. نزيد البرة قدام الباب من بعد نصب فيها شوي من نسيقها ون وكها ولهنا عاد نكون كملت يا نسيقها يا ونعمل كنسل الدروج كان هكا فهمتوا هكيكا نبدا ندور ونعكل نحب ماذا بيا تبدا كل الدنيا كل شي بلايصتها ومريقلة. كملت حتى لهناك المدخل متاع باب الدار رجعتك التابي وباش ندخل لداخل نكمل على الطريقة رجعك الطاولة والكراسي وهذاك هو البنات الفيديو متاعنا متاع اليوم هاكا روتين كامل متكامل. ان شاء الله يهبط لكم الفيديو اليوم اللي هو اليوم نهار اثنين اليوم نهار ثلاثة البنات ثلاثة اليوم ان شاء الله يخلط يهبط لكم اليوم في الوقت. وهذاك هو البنات تويكا مقعد لي باش نقول لكم كان باي باي دمتم في رعاية الله وحفظه. نحب نقول لكم لينا نحبكم الكل بوسة كبيرة لكم الناس الكل وباي باي.